السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بكم في أول فيديو على قناتكم بين السطور. علاش اختاريت هذا الاسم هذا؟ لأن الحياة علمتنا أن ماشي أي حاجة كتقال راه هي اللي كاينة، ماشي أي موقف كيبان للناس هو الحقيقة، بل هناك أمور مخبية، كاينة شي حاجة مخبية اللي أسميناها أو سميناها بين السطور. في هذه القناة هذه غادي إن شاء الله نطرقوا بزاف ديال المواضيع. من خلال هذه المواضيع هذه ما غاديش نهاجموا شي حد، وفي نفس الوقت ما غاديش ندافعوا على شي حد بدون دليل. الهدف ديالنا هو أننا نناقشوا المواقف بعقلانية، نستخرجوا منها العبرة، لأن الإنسان اللي ذكي هو اللي كيتعلم من تجارب الآخرين. يعني ما يعني ما تيبقاش يعني مختصر على التجربة ديالو هو في الحياة ويستافد منها، لا، كيستافد كذلك من تجارب الناس الآخرين. غادي نتكلموا ان شاء الله على بزاف المواضيع، منها الوفاء، رد الجميل، المصلحة، الصداقة، والخلاف اللي تيكون بين الناس او بين الاخوة، الاحترام، واي موضوع كيهم حياتنا اليومية. في هذا الزمان هذا كاين بعض الناس، ماشي الكل، لكن هناك بعض الناس كيتسرعوا في الحكم على ناس اخرين من اول كلمة او موقف صدر منهم، يعني بلا ما يعرفوا ابعاد القصه. لكن الانسان اللي كيحكم العقل ديالو هو اللي كيسمع بوعي، وكي يعني كيحلل هذاك الكلام اللي شاف او سمعه، يعني كيحلله وكيقلب على العبره قبل ما يصدر الحكم على الناس. في هذه القناه هذه ان شاء الله غادي نفتحوا باب النقاش الراقي، ونذكروا نفوسنا بالقيم اللي تربينا عليها، سواء من والدينا ولا من جدودنا، اللي منها الصدق، اللي منها الوفاء، اللي منها العدل، اللي منها حفظ الجميل. كذلك هنايا بغيت نقول الا كنتي من الناس اللي كيعجبهم الحوار الهادئ، الحوار بعقلانية، ولا تحليل المواقف، استخراج الدروس، فكيشرفني انك تنضمي لهذه القناة هذه وتفعلي زر الجرس باش ان شاء الله ينضم صوتك لصوتنا ونكبروا هذه العائلة الفكرية الراقية مع بعضياتنا. في الاخير كنقول لكم مرحبا بكم مرة اخرى.